بأثر اختيار جلالة الملك المعظم لدولة المغفور له أحمد ماهر باشا رئيسا للوزارة، قصدت الجماهير الزاخرة في يوم 9 أكتوبر سنة 1944 إلى سراي عابدين العامرة وإلى رئاسة مجلس الوزراء، هاتفة بحياة الملك المحبوب، مبدية سرورها لاختيار أحمد ماهر الابن البار لمصر، الذي ضحى بكل شيء في سبيل بلاده ومليكه. ومن هذا التاريخ ابتدأ المغفور له يقوم بأعباء الحكم كرئيس للوزراء. وفي يوم 17 أكتوبر سنة 1944 أقيمت حفلة بطولة السباحة شرفها جلالة الملك المعظم، وكان في شرف استقبال الملك دولة أحمد ماهر باشا الذي كان يعشق الرياضة ويشجعها بكل ما أوتي من قوة. وفي يوم 28 أكتوبر سنة 1944 اشترك دولة أحمد ماهر باشا مع زملائه الوزراء في تشييع جنازة المغفور له شاه إيران السابق مجدد نهضة إيران الحديثة. وفي يوم 8 نوفمبر سنة 1944 مثل الحكومة المصرية مع زميله دولة محمود فهمي النقراشي باشا في تشييع جنازة المغفور له اللورد موين، مشاركا الحليفة في مصابها الكبير. في يوم 11 نوفمبر سنة 1944 أنابه جلالة الملك المعظم في الاحتفال الرسمي بسفر المحمل الشريف، وقد تمنى رحمة الله عليه في هذا الحفل للحجاج جميعا حجا مبرورا، داعيا إلى الله عز وجل أن يعيدهم إلى بلادهم سالمين. وبعد أن عاد دولته من سراي عابدين يوم 13 نوفمبر يوم عيد الجهاد الوطني، قصد وفي رفقته رجال الهيئة السعدية إلى ضريح سعد زغلول بطل الجهاد المصري، مترحما على الفقيد العظيم، باعثا ذكراه الطيبة في قلوب المصريين. وفي يوم 4 ديسمبر حضر المغفور له الاحتفال الرسمي لتسليم نوط الجدارة للملازم الأمين عبد الله الذي قبض على قتيل المغفور له اللورد موين، وقد كان رحمه الله أول من اهتم بالحادث. وفي يوم 7 ديسمبر كان الفقيد في شرف معية جلالة الملك عند وضع الحجر الأساسي لجامع فاروق بكبر القبة. ويوم 10 ديسمبر شرف جلالة الملك سينما استوديو مصر، وكان الفقيد الكريم في صحبته. وفي يوم 18 يناير سنة 1945 احتفل بافتتاح البرلمان، ولقد كان رحمه الله برلمانيا من الطراز الأول. لا تنسى وقفاته المشهورة في البرلمان، ولا تمحي من ذاكرة كل مصري خدماته الجليلة لمصر وللحياة النيابية وللدستور. ولقد قضى رحمه الله مستشهدا في البرلمان كأشجع جندي يموت في ساحة الوغى. ولما عاد جلالة الملك بسلامة الله من أرض الحجاز يوم 31 يناير سنة 1945، حيث أدى رسالته الكبرى لخدمة بلاده والعروبة، كان الفقيد أول من سارع مع زملائه لاستقبال الفاروق حفظه الله.
في يوم 7 فبراير سنة 1945 كان الفقيد الكبير في شرف استقبال مليك البلاد المحبوب عند زيارته للسلاح الجوي الملكي. لم تكن مشاغل الحكم وشؤون الدولة ومتاعبها لتمنع أحمد ماهر من أن يكون دائما بجوار مليكه. وفي مناسبة عيد ميلاد الفاروق حفظه الله يوم 12 فبراير، وكانت أحب المناسبات إلى قلب الراحل الكريم، وقف بجوار ملكه بوجه باسم جميل ليشاهد العرض العسكري للجيش المصري الحديث في عهد قائده الأعلى. وفي مساء نفس اليوم كان الفقيد العظيم في استقبال ضيف مصر الكبير فخامة السيد شكري القوتلي ليبلغه تحيات المصريين أجمعين. وفي يوم الجمعة 16 فبراير استقبل دولته جلالة الملك وضيفه العظيم عند مسجد الحسين، وكانت آخر جمعة صلاها الفقيد في معية الملك الصالح حفظه الله. حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفي رفقته حضرة صاحب الدولة أحمد ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء، قاصدا بسلامة الله تشريف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالعباسية. هذه آخر صورة للمغفور له أحمد ماهر باشا فقيد الوطن حيث لقي ربه مساء هذا اليوم. كانت القاهرة يوم الأحد 25 فبراير مدينة حزينة، فقد تمثلت الأمة كلها في توديع رئيس وزرائها الذي اغتيل بيد أسيمة، المغفور له أحمد ماهر باشا. إذ اجتاز موكب الجنازة شارع إبراهيم باشا يتقدمه البوليس المصري ثم كتائب من قوات بريطانيا العظمى والممتلكات المستقلة المحاربة. وجاءت بعد ذلك فصيلة من جنود الولايات المتحدة، وتلتها صفوف طويلة من الجيش المصري. وها هم المندوبون الرسميون كبار الضباط من بريطانيين وأمريكيين من أسلحة القتال الثلاثة، ثم الضباط المصريون من رجال الجيش والبحرية والطيران. وكان يحيط بعربة المدفع التي أقلت النعش حرس البرلمان، لأن الفقيد الكريم ساهم مدة طويلة في الحياة البرلمانية المصرية.
ولم ترى القاهرة بعد جنازة المغفور له الملك فؤاد مثل هذا الموكب الحافل. كانت مصر كلها ممثلة فيه، فقد اشترك في الوداع الأخير للسياسي الصريع الكبار والصغار، الجنود والمدنيون، السياسيون والعمال. بلى، فقد فقدت مصر رجلا عظيما. وعلى هذه الصورة قدمت مصر وحليفاتها تحياتها الأخيرة لرجل سياسي خدم بلاده حتى النفس الأخير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهكذا وريت جثة أحمد ماهر الشهيد التراب بعد أن لقيت روحه الطاهرة بارئها آمنة مطمئنة مستبشرة بالجنة وحسن الجزاء. والأمة المصرية تتقدم إلى خليفة الراحل الكريم دولة محمود فهمي النقراشي باشا بخالص التعزية، راجية من الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يوفقه إلى ما فيه خير البلاد. ولقد كان بديهيا أن تلبس مصر والشرق أجمع الحداد على أحمد ماهر، ففاضت المشاعر وأخرجت القلوب أناتها وأذرفت العيون دموعها، وأقيمت الجنازات الصامتة في كل البلاد. أهي الأسكندرية تخرج عن بكرة أبيها في جنازة رهيبة يتقدمها حسين سعيد بيك وممدوح رياض بيك ومرسي بدر بيك ورجال الهيئة السعدية وكل سكان الأسكندرية ممثلين في جميع الهيئات من مختلف الطبقات، كما صارت الجاليات الأجنبية أيضا في هذه الجنازة الرهيبة. اللهم رب ارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك. وهنا رقد الراحل الكريم في مسواه الأخير.